لو أحد ملاك الأراضي الزراعية لديه مسقاة أو ماكينة ري يروي بها أرضه، ولجاره أرض ولكن ليس لديه مسقاة يروي بها أرضه، أو لديه مسقاة يروي بها أرضه ولكن المياه لا تكفي لري أرضه، وصاحب المسقاة أو ماكينة الري قد روى أرضه ولديه فائض من المياه، فهنا يحق لجاره أن يحصل على حق الشرب أو حق الري من مسقاة جاره، وليس لجاره مالك المسقاة أو ماكينة الري أن يمنعه من ري أرضه. في هذه الحلقة سوف أتحدث عن حق الشرب وحق الري طبقا لنص المادة 808 من القانون المدني المصري. أهلا بكم في القانون وما فيه مع محمد منصور. طبقا لنص المادة 808 من القانون المدني المصري، من أنشأ مسقاة أو مصرفا حسب اللوائح كان له وحده حق استعماله، ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين استعمال المسقاة والمصرف حسب ما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف، وذلك بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته ومنفعته منها. وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة الاشتراك في نفقات إنشاء المسقاة والمصرف وصيانتها حسب مساحة أراضيهم وانتفاعهم منها. وحسب حكم محكمة النقد للجار الذي منع جاره من ري أرضه وعدم استخدام المسقاة أو المصرف الرجوع عليه بالتعويض من الجار المضرور، ولا محل لتعييب الحكم بشأن المنازعة في بحث ملكية المسقى أو المصرف، وذلك طبقا لحكم محكمة النقد 164 لسنة 49 قضائية جلسة 14/8/1974. علشان كده بنقول لو جارك محتاج لري أرضه، وخاصة بعد ما تكون استوفيت ري أرضك من الماكينة أو المسقاة الخاصة بك، فياريت ما تمنعش جارك من ري أرضه علشان ما يرجعش عليك بالتعويض، وزي ما بيقولوا الجار للجار. وأخيرا لسه القانون ياما فيه حكايات، مش عايزك تقلق وأكيد هتعرف القانون وما فيه.